الوقت اللي الرئيس الجزائري كان سكران، أنا راني كبير. أنا ما رئيس الأركان سعيد شنقريحة عمر ليكوش. الناشطة السياسية أميرة بوراوي اللي تتحمل الجنسية الفرنسية والجنسية الجزائرية المعروفة بعدائها الإسلام وبمساعدة دبلوماسي فرنسي قدرت تهرب من الجزائر وتقطع مسافات أكثر من 676 كيلومتر برا في غياب تام الأجهزة الأمنية والمخابرات الجزائرية وحراس الحدود، رغم القرار الجزائري بمنع السفر والحكم عليها بسنتي سجنا لعدائها للإسلام. أميرة قدرت بكل سهولة تهرب من الجزائر إلى تونس برا، وقدرت تجاوز الجيش الجزائري الشعبي بسهولة بتقديمها لعلبة سجائر من نوع منبورو قبل ما تعتقلها السلطات التونسية، وعلى شوية كانت غادي تردها للجزائر لولا اتصال السفير الفرنسي بالرئيس التونسي قايد سعيد وأمره بترك أميرة تغادر تونس إلى فرنسا. الرئيس الجزائري بعد ما فاق من القلبة استدعى السفير الجزائري لدى فرنسا سعيد موسى بشكل فوري للتشاور، وذكر البيان أن قرار جاء على خلفية مشاركة دبلوماسيين وقناصلة ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية، في حين يفترض أن تكون موجودة في الجزائر بناء على الأوامر القضائية. السلطات الفرنسية ما علقتش على الحديث وما درت حتى ردة فعل خلات جيل تبون. هذا الحديث يبين مدى هشاشة النظام الجزائري والجيش والمخابرات الداخلية الجزائرية، بالإضافة أن النظام التونسي والجزائري مجرد بيدق في يد الفرنسيين، بالإضافة لتورط الأجهزة الأمنية الجزائرية وعلى رأسهم قائد الجيش الشيوعي فارس الإليزي سعيد شنقريحة، لأن تهريب بهذه الطريقة وبهذا الحجم ما يمكنش يدوز على أجهزة استخباراتية عادية. هذا الشيء تيبين اختراق واضح وتكشف على أن كل شيء في الجزائر تحت السيطرة الفرنسية، حتى أمن وسلامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في يد الفرنسيين. تحت حمايتك وجناحك. أنا راني كبير. أنا ما